بقولك ايه، ما تجيبي التليفون شويه عشان عايزه العب. لا طبعا، التليفون ده بتاعي. بس ماما ما قالتش ان هو بتاعك. انا اللي قلت ان هو بتاعي، وامشي من هنا يلا عشان ما اضربكيش. على فكره انت انانيه. انا هقول لماما لما ترجع من بره. اختك فين يا كارمن؟ ما اعرفش القماصه دي راحت فين. ايه الاسلوب ده يا كارمن؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ هي ضربتني عشان اخدت التليفون منها، علشان كده طلعت الاوضه. ضربتك؟ طب انا هطلع اشوفها واجي. انت ضربتي اختك ليه يا كارما؟ والله ماما ما لمستها، هي كذابه. كارما ما تقوليش كده على اختك. يا ماما انا جيت اقول لها هاتي التليفون العب بيه شويه، قامت قايله لي لا ده بتاعي. اجهزي علشان جدك وجدتك جايين يزورونا. بجد والله؟ هيباتوا عندنا؟ ايوه هيباتوا عندنا يومين كده ولا حاجه، علشان جدك جاي يتفرج على الشقه الجديده بتاعتنا. ماشي يا ماما، انا هلبس ونازله. انا دلوقتي هنزل اقول لاختك تطلع تغير هدومها. بقولك انا اللي هاخد الطقم ده. لا الطقم ده بتاعي. لا انا اللي هاخده، يعني انا اللي هاخده، وما تتكلميش معايا كتير. طيب انت ازاي كسرت الحلق بتاعي؟ انت غبية. انت عارفة ماما هتعمل فيها ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه يعني؟ هي هتعاقبك انت، مش هتعاقبني انا. هو انت بتعامليني كده ليه؟ علشان انا اصلا ما بحبكيش ومش عايزة اقعد معاكي في البيت ده. هو انتوا بتتخانقوا ليه؟ ايه ده يا كارما؟ انت كسرتي الحلق؟ انت عارفة ده تمنه كام؟ انتوا الاتنين معاقبين، ومش هتنزلوا تسلموا على جدكم ولا حتى جدكم. ليه يا ماما بس؟ انا عملت ايه؟ والله العظيم هي اللي كسرت الحلق. يلا انتوا الاتنين كل واحد على سرها وهتناموا دلوقتي. يلا انا بكرهك. يلا يا بنات قوموا عشان المدرسة، يلا 5 دقايق وتبقوا تحت، انا مجهزة الفطار. حاضر يا ماما. ويلا عشان جدتكم وجدكم ما شافوكوش من بالليل. حاضر. لا انا مش عايزة اروح. ازاي يعني؟ ده احنا لسه في الترم الاول، وبعدين دي بداية سنة جديدة. انا اصلا مش عايزة انزل تحت، ومش عايزة اطلع من اوضتي. كارمن قدامي، يلا اغسلي وشك وانزلي على تحت عشان تفطري. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا جدو. وحشتوني قوي. وانتي وحشتيني اكتر يا كارمن. انتي وكارمن وحشتوني قوي يا بنات، انا ما شفتكمش من زمان. يلا يا حلوين عشان ما تتاخروش على المدرسه، يلا بسرعه روحوا افطروا. متقفش جنبي، بعيدي عني كده. ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ بقولك ابعدي عني، انا اصلا مش طايقاكي، مش عايزاكي تقفي جنبي. صباح الخير. ايه ده انتي مالك متضايقه كده ليه؟ بسبب اختي الزفته اللي اسمها كارما. طب هي مضايقاكي في ايه واحنا نروح نظبطها لك؟ قالولها في كل حاجه ومفكره نفسها حلوه. البنت دي اصلا بشعه. بس دي اختك على فكره، التوأم بتاعتك، يعني المفروض تكوني بتحبيها. لا انا بقى ما بحبهاش. ها هتروحوا تعلموها الادب ولا لا؟ انت يا بنت مالك لابسه كده ليه؟ انت يا بنت ابعدي من هنا. ابعدوا كلكم متنمرين، جاتكم القرف. اهو الخطه فشلت، رحنا عشان نغلس عليها، عامل نظافه قام موقفنا. فكك، انا كده كده النهارده هخلص منها. بصوا مش عايزاكم تتكلموا عليها تاني خالص، انسوها. هتعملي ايه يعني؟ هزقها من على الرصيف والباص بيعدي. انتي بتقولي ايه؟ انتي عايزه تموتيها؟ يا بنتي دي اختك. احنا ممكن نتنمر عليها، نغلس عليها، بس مش لدرجه ان احنا نقتلها. محدش ليه دعوه، انا اللي هعمل كده لوحدي، مش عايزه مساعدتك اصلا. براحتك، بس احنا ملناش دعوه، خليكي بقى مجرمه. انا اسفه ان انا كنت بكلمك بطريقه مش حلوه، ارجوكي سامحيني، انتي اختي واحنا ممكن نستحمل بعض. بس انتي دايما كنت بتكلميني بطريقه مش كويسه. بس احنا اخوات وكتير برضو غلطنا في بعض. خلاص انا مسامحاكي. بجد؟ ايوه. ايه ده؟ بصي وراكي كده. يا كارما يا كارما قومي، مش مصدقه. هي بتعمل كده ليه دي؟ ده اختها حتى مرميه على الطريق. بسرعه حد يكلم الاسعاف. هي لسه بتتنفس، ما تقلقوش، هي ان شاء الله هتقوم بالسلامه. بس هي لازم تعمل عمليه ضروري، لان عندها غضاريف الظهر اتكسرت، وعندها كمان نزيف في المخ، يعني حالتها خطره جدا. بس ان شاء الله العمليه تنجح، ادعوا لها. يا رب ما تموتش، انا خايفه قوي لو ماتت هروح في داهيه. انا اسفه قوي يا جماعه، البقاء لله، ربنا يعوضكم خير فيها. لا انا السبب، انا عملت فيها كده. لا انا السبب يا ماما، انا السبب. ودي كانت قصه كارما وكارمن. خلصت القصه بنهايه مأساويه لكارما بسبب اختها، وده يعلمنا ان الغيره تعمل اكتر من كده. حبوا اخواتكم حتى لو عندهم مميزات مش عندكم، هم سندكم الوحيد.